هاي يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم كيكه دريم اللي هي بتبقى بالشوكليت. بيبقى طعمها حلو جدا، بتبقى سهله وطريه وهشه وبتبقى لذيذه قوي. هي مش محتاجه طبعا ان انا اعمل لها فيديو، بس هي كانت طعمها حلو قوي، فحبيت ان انا اعمل لها فيديو عشان يعني هي كانت عجباني جدا، وكمان سهله قوي وسريعه. يعني حبيت ان انا اعمل لها فيديو بحيث ان هي بتنجز جدا، ويعني سهله في ثانيه بتعمليها من غير كمان مقادير كتير. بتجيبي كده الكيكة دريم، هي بيكون مكتوب على العلبة من ورا نص كوباية لبن ونص كوباية زبدة وثلاث بيضات. هي المقادير بتكون مكتوبة كده بس، وبتحطي اللي هو الكيس اللي بيكون في العلبة. اول حاجة كده جبت عندي بولة وحطيت فيها الكيس كله اللي هو بيكون الكيكة، وهنحط نص كوباية الزبدة ونص كوباية اللبن، وهنحط الثلاث بيضات عليها كده، وهنفضل نقلب فيهم كده كلهم مع بعض لحد ما كلهم يتجانسوا كده مع بعض وتبقى معانا كيكه. بس نقلبها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها بودره او اي حاجه. نبتدي نخلطهم كده مع بعض كلهم بالمضرب. هي بايدك كده في ثانيه بتعمليها، ولا بقى بتحتاجي خلاط ولا بتحتاجي حاجات، في ثانيه وانت واقفه كده بتعمليها. بتبقى طعمها تحفه، عامله زي الجاتوه بالظبط، والله العظيم بتبقى تحفه. كمان انا هنا هضيف لها تركايه، اللي احنا هنحط صوص شوكليت من على الوش. هي انت ممكن تستكفي بس بيها كده، بس انا ما استكفتش، يعني حبيت ان انا لازم اضيف لها صوص كده من على الوش. الصوص اللي على الوش ده بيديها طعم حلو قوي. عندنا بقى هنا الصينيه متبطنه عادي بالزيت او سمنه يعني، وهننزل كده بالكيكه كلها. هي بيكون قوامها تقيل شويه، بس هي في الاخر بتطلع معاكي طريه وهشه جدا. انا مشيت على المقادير بالظبط اللي هي مكتوبه على العلبه، يعني ما ضفتش اي حاجه، عشان كده هي كانت يعني تقيله، فانا كنت هضيف شويه لبن، رجعت قلت لا، انا همشي زي ما الطريقه مكتوبه بالظبط، وطلعت معايا فعلا مظبوطه بالظبط جدا وكانت حلوه. المهم نضرب الصينيه كده مرتين علشان لو في اي هوا او اي حاجه بتخرج. بنكون مشغلين الفرن طبعا من قبل ما نشتغل فيها، لان هي اصلا ما بتاخدش معاكي ثانيه، وبندخلها على فرن سخن 180 درجة. عندي بقى هنا قالب شوكولاتة اللي هي بتكون الشوكولات الخام او شوكولات دريم يعني اي حاجة. وبعد كده بسيحه وبعمله بخار ماء، اللي هو بنسيح له كده ميه بنسخن قصدي ميه في النار، وبنحطها ميه بتغلي يعني، وبنقوم حاطين كده الطاسه او اي حاجه يعني عليها كده من فوق، بتعملها بخار ماء كده او حمام ماء. عارفين انتوا الشوكولاته اللي بنسيحها بكده؟ المهم لو ما عندكيش يعني بيحطيها في الميكرويف اسهل لك، يعني بتبقى سهله وحلوه. هنا هتحسوا ان هي طبعا تقيله شويه، عشان نخليها بتلمع وتبقى حلوه كده بنحط لها شويه من الزيت وشويه من اللبن. انا كان ممكن اضيف شويه من اللبن تاني واخليها سايحه عن كده، بس انا كنت حباها تقيله عشان تمسك في قطعه الكيكه كده وما تبقاش سايحه وتنزل منها. المهم اول ما الكيكه خرجت من الفرن بالظبط، وانا كنت بوريكم قد ايه طريه وهشه، نزلت عليها بصوص الشوكولاته على طول. حتى لو تلاحظوا هو اتجمد عليها كده سيكه، بس بنزل وهو سخن علشان الكيكه تشربها كده كلها. واستنيتها تبرد كده شويه وتمسك كده الصوص من عليها، ونبتدي كده نقطعها كده مكعبات. لو عندك شوكولاته شيبس ممكن تحطيها، عندك اي حاجه من اللي هي بتاعه الحلويات دي تحطيها من على الوش، كانك عامله جاتوه بالظبط او تورتايه، بتبقى طعمها حلو قوي. طبعا هنا ما كانتش لسه بردت كفايه، فكانت هتتفرول مني، بس كانت طعمها تحفه برضه. بصوا انا بوريكم قد ايه هي طريه وهشه، بس كده وطعمها حلو قوي، وتنجزك في اي مناسبه او اي حاجه وتعمليها، وسهله قوي وسريعه. وبس كده. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للقناه، وتجربوا الطريقه وتقولوا لي في الكومنت لو عجبكم.